السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل إعادة تدوير للحلويات اللي نشفت مننا، أو الحلويات اللي هي عملتيها وباظت منك. عندك بسبوسة نشفت منك سبتيها بايتة وبره ونشفت، سبتيها مكشوفة ونشفت، أو بسبوسة باظت منك نشفت منك أو ما كانتش حلوة أو ما كانتش ناجحة، هنعمل منها برضو إعادة تدوير. لو عندك بسبوسة بايتة وعايزة تعملي الصينية الحلوة دي برضو بتنفع، بتعمليها صينية حلوة زي الحلويات الشرقية، حاجة حلوة تحفة. طعمها حلو جدا جدا جدا. زي ما انتم ما شايفين شكل الصينية عامل ازاي. ودي طبعا البسبوسة اللي كانت ناشفة عندي وبايتة ونشفت مني، فانا مش هرميها طبعا، انا هعملها حاجة حلوة جدا. بس في الاول هنعمل الشربات بتاعها. الشربات عبارة عن كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المية، عليهم عصرة ليمونة، وبرفع الشربات على النار لحد ما يغلي بالشكل ده. واول ما بيغلي وبيستوي عندي بيبقى تقيل، انا بروح حط عليه باكو من الفانيليا، وبعد كده بطفي على طول على الشربات. نيجي بعد كده للحاجة الحلوة اللي احنا هنعملها. انا عندي كنافة، ده نص كيلو من الكنافة، انا فرزنته علشان يتكسر معايا بسهولة زي ما انت شايفة كده. اول حاجة انا هجيب نص كيلو من الكنافة وهروح مكسراه كويس جدا. بس يا ريت اللي وصلت معايا لحد هنا تدعمني وتعمل لي لايك على الفيديو، وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اي اشعار بفيديو جديد انا هنزله، او اي حلويات جديدة اقتصادية انا هنزلها لكم باذن الله. زي ما انتم ما شايفين طبعا الكنافة لما بتتحط في الفريزر بتبقى سهلة التكسير، بسهولة بتكسريها او بتفركيها كده بتلاقيها اتفركت معاكي واتكسرت بسهولة وبقت صغيرة زي ما انتم ما شايفين كده. انا طبعا هكسر الكنافة كلها على جنب، وبعد كده هرجع لكم علشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو. زي ما انتم ما شايفين كده انا خلصت الكمية كلها بتاعة الكنافة وكسرتها كلها. انا هجيب عليها ربع كوباية من السمنة، انا مش عايزة سمنة كتير، يعني النص كوباية انا خدت نصها وهاخد النص التاني في حاجة تانية. كده ربع كوباية من السمنة على الكنافة، وهفركها كويس او هعجنها بايديا كويس. انا عايزة الكنافة تبقى طرية معايا، فانا هحاول اعجن الكنافة زي ما انتم ما شايفين كده، او ابسها بالسمنة. يا ريت اللي وصلت معايا لحد هنا تعمل لي لايك على الفيديو وتشتركي في القناة. زي ما انتم ما شايفين كده ادي الكنافة بتاعتنا اتعجنت. هروح اجيب صينية وادهنها سمنة كده كفاية، الحمد لله وصلنا للمرحلة اللي احنا عايزينها. هجيب الصينية دي وهروح دهنها سمنة، وهروح انزل فيها كل الكمية بتاعة الكنافة كلها زي ما انتم ما شايفين كده. وهي دي برضو الطريقة بتاعة الكنافة الأساسية. احنا دلوقتي هنعمل كنافة بالبسبوسة، حاجة حلوة جدا جدا جدا، طعمها حلو. الكنافة أصلا طعمها حلو والبسبوسة كمان طعمها حلو، فلما الاتنين بيتحطوا على بعض بتدي طعم حلو جدا. انا بروح منزله الكنافه في الصينيه زي ما انتم ما شايفين كده، وبضغط عليها بصينيه تانية. لو عندك صينيه اصغر منها بالظبط بتحطيها، لا ما عندكيش بتجيبي اي حاجه كده وتضغطي عليها علشان السطح بتاع الكنافه يتساوى، وكمان بتضغطي عليها بتبقى قطعه متماسكه. الكنافه بتبقى قطعه متماسكه لما تعملي الحركه دي. هنا خلاص انا ضغطت على الكنافة بتاعتنا. هجيب البسبوسة اللي كانت بايتة عندي وسبتها مكشوفة ونشفت، فطبعا انا مش هرميها دلوقتي، احنا مش هنرمي اي حاجة عندنا، هنحاول نقتصد، والحاجات اللي هي باظت عندنا نحاول نعمل لها اعادة تدوير. زي ما انتم ما شايفين دي البسبوسه اللي نشفت عندي، انا رحت حطيت عليها بقيه السمنه، مش كلها كمان، سبت منها شويه، وحطيت عليها المكسرات. اي مكسرات عندك بتحطيها او بتضيفيها على البسبوسه زي ما انتم ما شايفين كده. وبروح اقلب في البسبوسه زي ما انتم ما شايفين. فانا طبعا برضو هفصل الكاميرا معاكم وهعجن البسبوسه دي بايديا علشان تبقى قطعه متماسكه زي ما انتم ما شايفين كده. انا هنا كنت خلاص دعكت البسبوسه او عجنتها بايديا وبقت كده اهو ناعمه جدا جدا. هروح جايبه خليط البسبوسه كله على الكنافه، واروح ضغطاها بالشوكه زي ما انتم ما شايفين كده. انا عايزاها قطعه متماسكه، يعني البسبوسه والكنافه الاتنين لازقين في بعض، هتكون قطعه متماسكه زي ما انتم ما شايفين كده. وهبتدي برضو اضغط عليها او اساوي السطح بتاع البسبوسه بالشوكه زي ما انتم ما شايفين كده. بس يا ريت اللي وصلت معايا لحد هنا تدعمني بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس.
عايزه اقول لكم ان النوع ده حلو جدا جدا من الحلويات الشرقيات، طعمها حلو جدا. انا هنا بكون مسخنه الفرن. انا مش عايزاها تطول، يا دوب الوش يحمر تحت ويحمر فوق وخلاص، لان البسبوسه مستويه واحنا الكنافه ما بنحبهاش ان هي تنشف. فيا دوب احنا عايزينها، يا دوب مش هتاخد معانا حوالي نص ساعه بالظبط، وهنروح مخرجينها من الفرن. هنا انا راح اروح مدخلاها على طول على الفرن زي ما انتم ما شايفين كده، نص ساعة وخرجت البسبوسة زي ما انتم ما شايفين. وهديها الشربات بيكون سخن، مش سخن قوي يعني دافي، والبسبوسة والكنافة بتكون سخنة، بروح سقياها بالشربات زي ما انتم ما شايفين كده بالشكل ده. حاجة حلوة، حاجة تحفة واقتصادية، وما رميناش الحاجة اللي باظت عندنا، لا بالعكس، ده احنا عملنا بيها كمان حاجة احلى واحلى من اللي كانت معمولة. هنا خلاص الشربات زي ما انتم ما شايفين بيشرب البسبوسة والكنافة، بتشرب الشربات، يعني مش هتطول معايا، هتشربها بسرعة زي ما انتم ما شايفين كده. يدوب 5 دقايق ولقيتها شربت الشربات كله، بسم الله ما شاء الله عليها. حاجة تحفة، حاجة حلوة كده جدا. زي ما انتم ما شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه، والطعم كمان حلو جدا جدا جدا. يلا اعملي الوصفة دي، لو عندك حاجة بايظة اعمليها. وزي ما قلنا احنا هنقتصد ومش عايزين نرمي اي حاجة عندنا، احنا كل حاجة هتكون بايظة او هتكون ناشفة او بايتة عندنا هنحاول نعمل منها اكلات جديدة تانية اقتصادية. زي ما انتم ما شايفين الغلاء والاسعار اللي احنا فيه، وادي شكل القطعة طالعة حلوة. طبعا انا ما سبتهاش كمان ترتاح، استعجلت عليها، فانت لو سبتيها ساعة او ساعتين كمان هتلاقيها متماسكة جدا جدا جدا. انا بوريك انها اتفلتت مني او اتفرتكت مني علشان انا سبت، يعني ما خليتهاش شوية تمسك نفسها. لو سبتيها لمدة ساعتين هتلاقيها مسكت نفسها وبقت حلوة جدا ومتماسكة. وكمان لو سبتيها لتاني يوم الطعم بتاعها بيكون احلى واحلى. فياريت اللي وصلت معايا لحد هنا تدعمني باشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد انا هنزله، وكمان تعملي لايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.